في موسم الميركاتو الزمالك عمل صفقات ضرورية يسد بيها خانة بعض المراكز، واللي كان مهم جدا إننا ندعمها. بس كان في مركز مستخبي معرفناش أهميته غير لما فعلا بدأنا نشوف المنظومة الجديدة ليانيك فيريرا. والمركز ده هو الباك اليمين، واللي الزمالك أعلن إن فيه لاعب تحت السن هيقدر يحل المشاكل والكوارث اللي شفناها من عمر جابر خلال الفترة اللي فاتت. بارون أوشينج، اللاعب الكيني الدولي. وفي الحقيقة إن اللاعب ده مش جاي عشان يبقى رقم زيادة في القايمة، لا ده جاي عشان يحل عقدة بقالها سنين في الزمالك بسبب مركز الظهير الأيمن، المركز اللي تعبنا وخلانا نشوف مستويات كارثية مستمرة من الموسم اللي فات. النهاردة بقى عندنا لاعب صغير في السن، عنده 19 سنة بس، وقائد منتخب شباب كينيا، سريع وشجاع وقادر على فك التكتلات بسبب سرعة اختراقاته. الصفقة دي ممكن تبقى بداية تغيير كامل متكامل في الجبهة اليمين للزمالك. وفي الفيديو ده هكلمك عن كل اللي عايز تعرفه عن صفقة الزمالك الجديدة بارون أوشينج، وكمان هنعمل مقارنة سريعة كده ما بينه وما بين عمر جابر. والأهم بالنسبة لي بقى هو إننا هنشوف مع بعض دور بارون في أسلوب لعب يانيك فيريرا. هكلمك عن كل حاجة بالتفصيل، ولكن قبل ما نبدأ كلامنا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية، واشترك في القناة. عاوزين نوصل 15,000 مشترك إن شاء الله في أقرب وقت. بارون أوشينج، اللاعب اللي الزمالك لسه متعاقد معاه جنسيته كيني، عنده 19 سنة وكان بيلعب بشكل أساسي مع فريقه سوفاباكا هناك في كينيا. كمان قائد منتخب الشباب بتاعهم، شارك مع المنتخب الأول في بطولة أفريقيا للمحليين. يعني كان بيلعب مع المنتخب الأول والمنتخب المحلي وكمان المنتخب تحت 20 سنة. يعني تقدر تقول كده إنه ناشئ عنده تجارب دولية وخبرات. أنا بصراحة ما شفتلوش ماتش كامل، بس من خلال الفيديوهات والهايلايتس اللي اتفرجت عليها واضح ان الزمالك كسب ظهير ايمن مهم جدا، وممكن يبقى الاساسي في الفتره الجايه. كمان الولد سريع، بيغطي جبهته طول الماتش سواء دفاعيا او هجوميا، لياقته عاليه جدا. ولو قارناه بعمر جابر بدنيا هتلاقي ان اوشينج متفوق عليه وبكتير جدا في النقطه دي. عنده ميزه كمان انه بيعرف يضغط ويوقف الاجنحه وما بيسيبش مساحات في ظهره. كمان عنده قدرة يراوغ ويخرج بالكرة من تحت ضغط ويبدأ الهجمة، ودي حاجة الزمالك مفتقدها مع عمر جابر اللي تقريبا ما بيعملش الكلام ده. العرضيات بتاعته مش دايما بتبقى عالية، هو بيعتمد أكتر على العرضيات الأرضية السريعة، وكمان واضح إنه بيجيدها بشكل ممتاز. ودي برضه نقطة متفوق فيها على عمر جابر اللي ولا بيعمل الأرضية ولا العالية ولا بيعمل أي حاجة. بصراحة أنا شايف إن بارون أوشينج مكسب كبير جدا للزمالك، لاعب صغير وعنده شجاعة وشخصية قوية، وكمان جوكر بيقدر يلعب ظهير ايمن او قلب دفاع، ودي برضو حاجه هتفيد الزمالك جدا من وجهه نظري. وخليني اقول لك ان التعاقد معاه مش بس عشان هو لاعب كويس، لا كمان عشان الزمالك سد خانه صعبه جدا في الدوري السنه دي، مركز الظهير الايمن اللي الزمالك بيعاني فيه من زمان جدا. وبالصفقه دي الدكه بقت اقوى، والخيارات والعناصر المتاحه ليانيك فيريرا بقت اكتر. وطبعا الصفقه دي جايه في وقت الزمالك محتاج فيها كل بديل على الدكه، لان بصراحه استمرار عمر جابر في التشكيل الأساسي وجع بطن لينا كلنا. الراجل من الموسم اللي فات وهو كان سبب في كوارث كتيرة جدا، مفيش حلول في الضغط، مفيش حلول في المواقف الصعبة، مفيش عرضيات، وحتى الثنائيات الوان تو مش موجود عنده. بارون اوشينج مش هقدر اقول لك ان هو جول كوندي او الفونزو ديفيز، ولكن هو لسه شاب، ممكن ينجح وممكن لا، بس على الاقل عنده ميزة او اتنين نشتغل عليهم. ومن الواضح ان الولد عنده جرأة بالكورة، مش بيتعامل معاها كأنها ممنوعات زي ما بنشوف مع عمر جابر. الموضوع كمان خد بعد رسمي، الفيفا أعلن أحقية الزمالك إنه قيده رسميا، فالاتحاد المصري بقى ملزم يحط في قائمة الزمالك تحت السن. يعني خلاص الزمالك بقى عنده ظهير أيمن رسميا جنب عمر جابر، ودي لوحدها خطوة مهمة. بس يفضل السؤال، هل يانيك فيريرا هيديله فرصة ولا هيطنشه زي ما شفنا مع محمد إسماعيل وعبد الحميد معالي؟ ودي النقطة اللي فعلا هتفرق معانا. لكن دلوقتي بقى تعالى اكلمك على دور ارون في اسلوب لعب يانيك فيريرا. زي ما احنا عارفين كده يانيك فيريرا في البيلد اب او مرحلة التحضير دايما بيخلي باك يطير وباك يثبت، بحيث ان دايما يكون فيه 3 بيحضروا اللعب من ورا. وده اللي شفناه في كل ماتشات الزمالك الفترة اللي فاتت. احيانا عمر جابر هو الباك اللي بيبقى ثابت مع ثنائي الدفاع، واحيانا بنتايج هو اللي بيبقى الباك الثابت. اذا ومن خلال مشاهدتي بامكانيات اوشينج اقدر اقول لك ان يانيك فيريرا يقدر يعتمد عليه ويبقى هو الباك اللي بيطير، ومن تايج هو اللي يثبت مع ثنائي الدفاع.
وده بسبب ان اوشنج عنده سرعات وبيقدر يخترق، وكمان بيضم لعمق الملعب كويس جدا، وده اللي هتحتاجه عشان تقدر تعمل جبهة يمين قوية. كمان واحد زي اوشنج هيقدر يساعد خوان ألفينا على الظهور بأحسن شكل، لأن من وجهة نظري عمر جابر لحد دلوقتي مش فاهم خوان ألفينا، مش فاهم تحركاته، مش فاهم هو محتاج الكرة امتى، من الآخر يعني مش فاهم إمكانياته. وده برضو يرجعنا لنقطة مهمة جدا، وهي إن في فرق شاسع ما بين إمكانيات عمر جابر وإمكانيات خوان ألفينا. لكن واحد زي أوشنج بقى هيقدر يعمل ثنائيات مع خوان، هيقدروا هما الاتنين يخلقوا حلول للمشاكل الهجومية اللي شفناها الفترة اللي فاتت، واللي يديك أمل أكتر إن خوان ألفينا وبارون أوشنج متابعين بعض من قبل ما الصفقة تعلن رسميا، يعني في كيمياء بدأت تتبني بدري ما بينهم. بس مهما كان لازم جمهور الزمالك يفهم إن بارون لسه صغير في السن، محتاج وقت عشان يتأقلم وياخد على الدوري المصري وضغوط جمهور الزمالك، فما ينفعش من أول ماتش نذبحه أو نتعامل معاه كأنه أشرف حكيمي. هو مشروع لاعب عنده أدوات يطور من نفسه، ومع دعم الجمهور والثقة ممكن يطلع حاجة كبيرة إن شاء الله. في الأخير بارون أوشنج مش مجرد صفقة وخلاص، ده طوق نجاة للمشكلة اللي موجودة في المركز ده تحديدا، واللي الزمالك بيعاني منها من فترة طويلة جدا. الصفقة دي لو نجحت هتفرق جدا مع الفريق، وهنشوف نسخة تانية مختلفة تماما من الزمالك في الجبهة اليمين. أتمنى من كل قلبي إن اللاعب ده يفرق فعلا مع الفريق، ونشوف ثنائية ممتعة وثنائية محترمة ما بينه وما بين خوان ألفينا. ما تنساش انت كمان تقول لي رأيك عن اللاعب ده في الكومنتات. كان معاكم علي هشام، مع السلامة.